يعمل لي ابو حباجه. وكاس مصر يرتفع للمره الاولى لطلعت منصور، واول مره في تاريخ النادي المصري بعد 78 سنه يبحث عن بطوله. ايه هي البطوله يا طلعت يا منصور؟ تروح لك النهارده في استاد القاهره، يوم تاريخي للنادي المصري. ورجعنا لكم مرة تانية مع نجوم النادي المصري وكابتن يعني من أفضل الكباتن اللي يعني تولوا منصب كابتن وقائد الفريق طبعا، وكل كباتن الفريق أو كباتن النادي المصري يعني كلهم حاجة تفرح وناس كلها مخلصين. ولكن الجيل ده احنا دايما بنعتز بيه، جيل كاس مصر 98. وهو كابتن طلعت منصور يعني هو القائد او كابتن الفريق في الموسم ده، وهو اللي حمل او شال كاس مصر 98. هنكلمكم بقى عشان الجيل اللي طالع لسه جديد عايز يعرف الكواليس، ولا يفتى وملك في المدينه. يعني احنا على السوشيال ميديا كل واحد بيقعد يقول ده انا شفت، ده انا عملت، ده انا كنت في الاستاد، ده انا عملت، ده انا سويت. لا، النهارده معانا بقى كابتن فريق النادي المصري سنه 98 طبعا، ومواسم يعني التانية كتير. هو اللي هيحكي لنا بقى الكواليس، بدايته بدأ ازاي. معانا طبعا نجمنا وقائد النادي المصري يعني كابتن طلعت منصور. كابتن طلعت، هناخد حضرتك بقى لنقطة مهمة، وهي بدايتك، بدأت ازاي انتقلت للنادي المصري ازاي، يعني كواليس كتير. يعني الجيل الجديد اللي طالع لازم يعرف الرموز بتاعته بدأت ازاي، والمعاناة برضو اللي انتوا كنتوا بتعانوها الايام اللي يعني ما كانتش الكرة زي دلوقتي. الكرة دلوقتي ما شاء الله فلوس، وعلى ايامكم ما كانش في الموضوع ده يعني. لا طبعا. بداية الكورة بالنسبة لي زي كل الأولاد الصغيرين، مم. نلعب في الشارع، نلعب في دورات رمضانية، نلعب نعمل مسابقات، نعمل في المدرسة فريق المدرسة كده. لغاية ما في سن 13 سنة رحت نادي الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة العربية للتصنيع ده في حلوان. وعلى فكرة يا جماعة حلوان مطلعة نجوم كتير، والنادي ده بالذات حلوان ده منبع النجوم. كابتن اينو وكابتن حسام وابراهيم آه، كل دول حلوان، وكابتن محمود ابو الدهب مصطفى ومصطفى ابو بالدهب. الدهب. اتفضل يا كابتن. نادي الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة العربية للتصنيع. الهيئة العربية للتصنيع قعدت في سن 16 سنة، مم. وجت مباراة ودية بين التصنيع والنادي الأهلي. مم. كان عندنا مدير كورة في نادي الهيئة العربية للتصنيع، وهو كان يعني شبه رئيس النادي كده. كابتن عادل طعيمة ده كان مدرب في النادي الأهلي. فعمل مباراة ودية بيننا وبين. في الماتش دوت طلعوا بعد الماتش قالوا عايزين اللعيب ده، فكلموني قالوا لي النادي الاهلي تروح له وبتاع. قلت له ماشي مفيش مشكله. طبعا نادي كبير، بس قلت له طب هروح ازاي؟ قال لي هتركب كذا. ما كنت لسه صغير بقى، ما اعرفش، ما بتحركش من حلوان. هتركب كذا من هنا وتركب المترو وتروح النادي الاهلي في الجزيره. رحت النادي الاهلي، قعدت موسمين في النادي الاهلي. مم. والموسم الثالث المفروض ان انا اتصعد فريق اول. فكنت انا وثلاثه لعيبه قالوا لنا هتقعدوا وتاخدوا كل مميزات الفريق الاول، بس مش هتسجلوا السنه الجايه. مم. لما اللي كان وقتها الكابتن محمود الخطيب كان موجود، كابتن مصطفى عبده، مختار كانوا هيبطلوا، بس اقعدوا كملوا الموسم معانا والموسم الجديد فانا كلاعب انا حاسس بنفسي ان انا كنت كويس، حاسس بنفسي ان انا لاعب كويس. مم. فما حبيتش ان انا اقعد. يعني انا هقعد سنه كامله ما العبش اتمرن بس؟ لا، فضلت ان انا امشي. ايامها كان مدير كوره الله يرحمه كابتن صلاح حسني، كان هو مدير الكوره. يا طلعت اقعد، كنت احنا ثلاث لعيبه بالظبط، اقعدوا يا اولاد قلت له. فقعدت
في البيت، بقيت اتمرن بقى في رفضت تكمل في الاهلي يا كابتن؟ رفضت ان انا اتكلم. المرحله اللي بعد دي كان عندي ثانويه عامه والنتيجه هتطلع، مم. وظروف اللعب والشقاوه واللف والدوران واللعب، تمام، مفيش مذاكره بقى وبتاع وكده. فكنت عارف ان انا مش ماشيه معايا الثانويه. في الثانويه العامه. فكان في فرح كابتن مصطفى والدهب في حلوان، مم. وكان كان ايامها جه مصر يا كابتن كان ولا؟ كابتن مصطفى كان في المصري، كان موجود في مصر. مصطفى واينو كانوا في مصر. مم. وكان حمام اخويا مم. ربنا ربنا يشفيه يا ويرحمه. رب، كان بيلعب في البلاستيك، وكان النادي المصري الحاج سيد متولي كان عايز يجيب حمامه المصري من كان بيلعب ايه يا كابتن بقى؟ كان مركزه ايه؟ فرود. تمام. المهم حمامه قال لي يا طلعت احنا رايحين بورسعيد، وفي عربيات، في ناس جايين، كانوا جايين فرح مصطفى والعربيات موجوده، وتعالى اقعد معانا يومين كده. فقلت له ماشي، حتى ايه قلت ايه اطلع عشان لما النتيجه تطلع ابقى انا ايه بعيد عن بورسعيد، والحاج ما ايه ما يقدرنيش يعني. فرحت معاهم بورسعيد وقعدت معاهم في الاوتيل، كانوا قاعدين في اوتيل هنا معروف. وكل اهتمامي كانوا قاعدين فين يا كابتن؟ لا عادي اقول يعني عشان برضو اعرف الناس ان الحاج سيد متولي كان يعني الراجل ده يعني ربنا يرحمه. لا كنا ما قاعدين كانش بيبخل على النادي برضو. ريفيرا. فندق ريفيرا بورسعيد. يعني لو المفروض سونوستا دلوقتي، كان بعد كده بقى سونيستا دلوقتي، صح ولا؟ ريفيرا في عند اسم الشرق القديم. ده حاجه محترمه. فالمهم تعالى طلعت، تعالى ما تيجي تتمرن معانا، ما تيجي تتفرج على التمرين، الكابتن ايه الله يرحمه. ففين وفين خدت بيه ورحت رايح معاهم، وانا قاعد في المدرج كان اللي ماسك الفرقه الله يرحمه الكابتن مصطفى الشناوي. الله يرحمه. في وسط في اخر التمرين هيعمل تقسيم، فالعدد ما كانش مكفي التقسيم، يعني كان ناقص لعيب. كانت سنه كام يا كابتن الكلام ده؟ 87 88 بعد الهجره وبعد الحاجات دي. 87 88. المهم راح الكابتن اينو ايه قال له طلعت اخو حمامه اهو في المدرج وبيلعب في النادي الاهلي، يجي يكمل معانا التقسيم. يكمل. كان كابتن اينو اللي صدفه. يعني انا جاي اتفرج. تعال انزل يا طلعت. قلت له معيش لبس انزل اعمل ايه؟ قال لي هيجيبوا لك لبس وتلبس وتيجي. جابوا لي لبس، الله يرحمه عم شحته جاب لي لبس ورحت لابس ونازل. طلعت من التمرينه دي من التقسيمه شايلني على كتافهم جمهور. كان الجمهور بيحضر بكثافه. 2 من الجمهور. يعني الناس نزلت وخدوني شالوني وعلى الحاج سيد. طلعت بدل ما كانوا بيبصوا لحمام اخويا ان هم يخلصوه لغوا الفكره لان حمامه كان مطلوب فيه مبلغ. حمامه كان بس البلاستيك كان انديه كبيره اياميها. كان لعيب جامد كمان ورغم كده كان جاي اختبار، يعني كان جاي يتشاف برضه يا كابتن. يعني كان جاي كان جاي على التخليص. كان يعني كان ممكن في خلال الاسبوع اللي انا قعدته يخلص. والحاج سيد كان هيدفع للبلاستيك 60,000 جنيه. ايامها 60,000 جنيه دول كانوا 60,000 جنيه 87 يعني 60 مليون دلوقتي. ايه يا عم حوالي 30 مليون زي اللعيبه ولا يعني فرق جامد. المهم خلاص طلعت وراحوا. كان زمان استمارات ما كانش عقود. امضي الاستماره هديك 5000 جنيه. 5000 جنيه سنه 87. فرحان بيهم يا كابتن؟ طبعا 5000 جنيه. انت 87 5000 جنيه انت كنتش بقى خلاص كنت فضيت ارتباطك مع النادي الاهلي ولا؟ خلاص ما انا خلاص مش مسجل مع النادي الاهلي. اه مش مسجل خلاص. تمام.
الشيك طلع، رحت اصرف الشيك، لقيت الشيك بيترفض، مم. رحت راجع. ايه يا جماعه؟ قالوا لي الحاج لازم ليه امضه تانية لازم يمضي. اه الحاج ماضي، رحت اخد الفلوس، اتصل بوالدي الله يرحمه، الله يرحمه. قلت له تعالى انا حصل كذا 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 كذا، مم. وراح واخد الفلوس وراح اشتريت شقه. من 5000 جنيه لا الحاج حط لي 3000 جنيه على الخمسه. على الخمسه، واشتريت شقه ب 8000 جنيه. النهارده الشقه دي بسبعة 7 مليون جنيه. ما شاء الله، كنت اشتري لك جبت 10 15 شقه بعتها ولا حاجه. بعتها كمان بعتها. والله العظيم. على فكره يا جماعه، انا عايز اقول لكم حاجه طبعا يعني، ويمكن الكابتن طلعت يعني اللعيب الوحيد كابتن طلعت منصور، اللعيب الوحيد في تاريخ الكره المصريه اللي انضم منتخب مصر في مركزين، في مركز الفيرود المهاجم ومركز المساك، يعني اجاد في المكانين. يعني هو بدأ كمهاجم او في كفيرود وانضم لمنتخب مصر، ولما لعب طبعا هو يحكي لنا القصه دي، لما لعب سيرد باك انضم برضه لمنتخب مصر واجاد، ودي حاجه انا ما شفتهاش في الكره المصريه لغايه النهارده. صح يا كابتن ولا انا بتكلم حقيقي غلط؟ والله انا مش عارف ليه ما الميديا ما بتسلطش على النقطه دي. النقطه دي مين في مصر لعب في مركزين مختلفين، يعني سنتر فيرود وسيرد باك، ومكانين ما لهمش علاقه ببعض، مكانين بعيد عن بعض. يعني احنا بنشوف طيب. المساك ممكن يلعب ديفندر كمان يا وجيه، وقفت جون ماتشين، ما شاء الله، كمان حارس مرمى كمان يا جماعه، حارس مرمى السامبا فال بتاعنا يطرد وانا اقف. لعبت ماتش الاهلي اخر 10 دقايق اتطرد فيهم، وقفت انا. وماتش المريخ برضو اتطرد وانا وقفت. ودخل فيك جون يا كابتن؟ لا يخسر. انا كنت ما شاء الله كويس كمان كان ماتش. لا ما انا زمان يعني متعدد المواهب يا كابتن، وانا في حلوان وكده، وكان حمام اخويا لما كانوا يروحوا يلعبوا دورات رمضانيه، انا صغير كنت لسه صغير، يروحوا قايل لي اوف جون. عارف الواد الصغير لما اقف جون اقف جون يا عم. بعرف يعني اعرف اسيطر عليه ما شاء الله كابتن. فالكابتن طاهر ابو زيد الماتش بتاع الاهلي ده يشوط من نص الملعب، خلاص بقى مش حارس اللي واقف، وامسك مع ان الكابتن طاهر ابو زيد معروف كان ال10 دقايق دول عدوا على جمهور بورسعيد. كمل لنا يا كابتن بقى، بعد ما مضيت في النادي المصري كان اللي ماسك كابتن المرحوم طبعا كابتن مصطفى الشناوي. لعبت سنتر فيرود. لعبت سنتر فيرود تمام. تدرجت. خدت ماتشات كتير، لعبت كتير، ولعبت جنب نجوم كبيره، يعني بلعب معايا الكابتن اينو وكابتن مصطفى ابو الدهب وكابتن جمال جوده وكابتن مجدي امام والسيد عبد اللطيف والسيد عيد واحمد جوده وعلي السعيد لا وحضرتك عاصرت جيلين مختلفين يعني. ايوه الجيل ده والجيل الثاني اللي هو كابتن مصر بقى كابتن سيف داوود لان انا بدات وانا صغير. خدت بالك يعني بدايتي انا كنت 18 سنه ما شاء الله، يعني وقتها كنت بتلعب فريق اول ساعتها. بلعب فريق اول. دلوقتي اللاعب دلوقتي بقى عندنا 26 و27 سنه يقول لك ده ناشئ لسه. لا ده لسه ناشئ. لا لعبت بدري. وكنت محظوظ ان انا لعبت مع برضه راجل انسان بيحب الكوره وبيحب بورسعيد وبيحب النادي المصري الله يرحمه الحاج سيد متولي. فكانت الامور متاحه. كان بيعاملكم ازاي يا كابتن؟ يعني كل الجيل اللي طالع برضه يسمع عن الحاج سيد متولي يعني الرئيس التاريخي وان هو مخلص للنادي المصري، ولكن في كواليس انت شفتها اكيد بعينك. وجه الحاج سيد متولي الله يرحمه نموذج للتعامل مع اللعيبه والتعامل مع الجماهير والتعامل مع اي حد. خدت بالك؟ كنا مثلا لو شافنا مثلا ماشي بعربيته وشاف ممكن ينزل من عربيته ويسلم عليك ويحترمك ويقدرك ولو انت مثلا بتشتري حاجه يروح دافع لك هو بتاع قاعد شافك في كافيه ولا شافك في مطعم ولا بتاع. الحاج سيد هو اللي بيقوم بكل حاجه. وكنتوا ماشيين ازاي في الدوري يا كابتن بقى؟ لا كنا فرقه قويه، كنا ماشيين كويس يعني ثالث رابع تاني الحاجات دي برضو. ثالث
رابع خامس كده. الحكام كانت ايامها برضه بالجامل يا لا كابتن؟ ده كانت بايظه. دي يعني عن كده كمان. كانت بايظه. لا بقى الحكام ما كانوش بيشوفوا الكوره اصلا. لان كمان الانفتاح والسوشيال ميديا والفار دلوقتي برضه محجم الامور شويه. محجم الامور بس برضه بيأذونا. يعني احنا في حاجات كتير بتعدي. اكيد طبعا كابتن. يعني كلمنا بقى ازاي، او المدير الفني اللي خلاك يعني بعد ما انت انتقلت للنادي المصري ولعبت سنتر فيرود وهدفت، كان معاك زي ما حضرتك قلت كان الكابتن اينو وجمال جوده، جيل ذهبي يعني. لعبت ايه المناسبه اللي خلتك تلعب سيرد باك، ومين اللي خلاك تلعب سيرد باك؟ اقول لك كان عندنا ماتش الفتره في بدايه الموسم، جالنا ثلاث لعيبه جالهم رباط صليبي. عصام ربيع جاله رباط صليبي، اشرف عبد الله رباط صليبي، هشام حمزه رباط صليبي، 3 مدافعين رباط صليبي. ف الكابتن الله يرحمه دكتور ميمي عبد الرازق الله يرحمه قال له ايه رايك يا طلعوت لو تلعب. كان هو المدير الفني ساعتها يا كابتن، ولا كان مع كان كابتن مدحت فوزة؟ مع الكابتن مدحت فوزة. الله يرحمه بقى. وقبلها برضو كان وزراك البولندي. وزراك البولندي هو اللي لعبك مساك؟ لا وزراك ما كانش مدحت فقوسة، كان وزراك ومعاه الدكتور ميمي الله رحمه الله عليه. المهم راح الراجل قالوا طلعت عشان انا التكف بتاعي عادي بلعب بدماغي كويس. فدي ميزه للفيرود وميزه للسيرد باك. فقالوا طلعت بيلعب بدماغه يلعب. وعندنا مباراه مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي في الوقت ده في محمد رمضان، في ايمن شوقي، 2 فراوده. كان حسام حسن ساعتها كان محترف بره سويسرا. الاثنين بيلعبوا بدماغهم كويس. راحوا ملاعبيني انا والله يرحمه علي السعيد. الله يرحمه. العب طلعت انت على محمد رمضان وعلي على الماتش ده. دكتور ميمي عبد الرازق بقى يعني هو اللي اقترحها على حضرتك. كنت نجم. يعني فاهم. انا اول مره العب المركز، بس الحمد لله اديت، لان اصلا وانا بلعب فيرود كان مدرب مثلا له وجهه نظر، طلعت على ناحيه اليمين شويه، انزل في نص الملعب، روح الشمال. كنت بتنزل تساعد برضه يعني دايما الفيرود بينزل يساعد. الحمد لله لعبت في كل مراكز الملعب. انا بقول لك حتى حارس مرمى. اجدت بقى في مركز المساك. اجدت في قدام النادي الاهلي، نادي كبير يعني طبعا، وماسك كابتن محمد رمضان يعني من الناس اللي هي لا يعني. وكملت كملت. ما هو اللعيبه لسه ما كملت في نفس المركز، مصابين. كملت في المركز وتدرجت فيه بقى. كنت قبلها كابتن في منتخب مصر كفيرود. مين اللي كان ماسك منتخب مصر وقتها؟ كاس افريقيا 90 في الجزائر. الكابتن المرحوم هاني مصطفى. لعبت معاه سنتر فيرود. كابتن هاني مصطفى رحمه الله عليه طبعا كان مدرب كبير. نزلت معاه في البطوله كاس افريقيا الجزائر 90 سنتر فيرود صريح. اوكي. ولعبت كاس افريقيا 94 في تونس سيرد باك صريح. مع مين بقى كابتن؟ اللي كان ماسك؟ كان كابتن جوهري ولا؟ لا الشيخ طه اسماعيل وفاروق جعفر. تمام. طه اسماعيل وفاروق جعفر. يعني يا جماعه والله لازم نسلط الضوء على حاجه زي كده. ما حدش ده النهارده هو يعني ما كانش بالمناسبه شايف اللاعب اللي بره الاهلي والزمالك، رغم ان حضرتك لعبت زمالك، ما بيكونش مسلط عليه الضوء قوي يعني. لا انا يعني سلط عليا الضوء وانا في الزمالك، لان الزمالك برضو قلعه كان كان اعلان وكلام وكان ايامها طبعا التلفزيون مهتم باهلي وزمالك. اكيد. احنا كنا بنستنى ماتش الاهلي والزمالك عشان تطلع في التلفزيون. هم الماتشين اللي بيذاعوا. وهو من هنا يا كابتن خلي بالك يعني مع احترامي لقطع كلام حضرتك، من هنا بدات او جت شعبيه الاهلي والزمالك. يعني انا كواحد طفل صغير مثلا في مدينه ما، يعني سوهاج، المنصوره، اي مكان، قاعد قدام التلفزيون
بشوف ماتشات اهلي وزمالك، ما أنا طبيعي يا ايوه كابتن ايوه ايوه يا هطلع اهلاوي يا زملكاوي. ايوه ايوه ما هو لما الانتماء ده بيبقى في المدن الصغيره اللي زينا، بورسعيد واسماعيليه المدن اللي زي دي. ايوه 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 اه فعلا فعلا. تمام كان يعني، وساعتها بقى الاعلام اتكلم عليك، او انت شايف ساعتها الضوء يعني كان في تسليط للضوء عليك، خاصه يعني من 90 ل 94 4 سنين اه يعني، ولعبت في مركزين ومنتخب مصر، وكنت في المصري والزمالك من اكبر انديه الكره المصريه. تمام اه تمام. وانا فخور ان انا لعبت للزمالك ولعبت للمصري، يعني حاجه، انديه كبيره. بالظبط. انا اتعرض عليا، انا يعني لما جيت بطلت كوره اتعرض عليا انديه تانية على مم. ان لا اروح. اه ما حاولتش ان انا افكر حتى. ولما رحت الزمالك كابتن كنت بتلعب في المصري سيرد باك، سرت بقى. يعني هم كانوا اخدينك على اللي انت سيرد ايوه باك. ايوه. مين اللي كان بيدرب الزمالك بقى ساعتها يا كابتن، ولا ما تتذكرش؟ لا ما هو مدرب اجنبي، ومعاه كان معاه فاروق جعفر. امم هو اللي خدك طبعا، انت كنت في اه المنتخب. ايوه. يعني كابتن يعني خلينا يعني نتكلم بقى عن المرحله اللي بعد كده في حياه الكابتن طلعت منصور، بعد ما رحت الزمالك وانضميت للمنتخب. لعبت قد ايه، وهل رجعت تاني للمصري ولا لا؟ لعبت، اخدت 4 بطولات مع نادي الزمالك، مم. 4 بطولات افريقيه. مم. طبعا انا سعيد بيهم، اتعلمت مم. حاجه في نادي الزمالك. اتعلمت الانضباط، مم. ده كان طبعا يعني التعامل. كانت سنه 94 وانت طالع بقى. اه لعبت لغايه سنه كام بقى يا كابتن؟ لغايه 96. لغايه 96. يعني ما شاء الله في موسمين خدت 4 خدت 4 بطولات بطولات افريقيه. آه. رجعت على المصري تاني يا كابتن ولا بطلت في الزمالك؟ اللي رجعني المصري امم مستر كامل ابو علي. اه يعني الفتره دي كان كامل ابو علي موجود، مم. وهو اللي عمل الفرقه بتاعت كاس مصر. مم. هو اللي جاب طلعت منصور، وهو اللي جاب عفت نصار، وهو اللي جاب تامر النحاس، مم. وهو اللي جاب ايمن مشالي. بالظبط. كامل ابو علي. رجعت. آه عارف، رجع بيتي بقى. اه خدت بالك؟ ليه انطباع تاني برضه يا اه كابتن. طب كابتن يعني عايزين بقى كواليس بطولة كأس مصر. يعني دي الناس كتير قوي على السوشيال ميديا، كل واحد بيقول رواية لوحده. يعني حضرتك الوحيد اللي هتقدر تتكلم عن ازاي المصري حصل على بطولة كأس مصر. ما انا هقول لك الاول، ما هي لها بدايه. امم بدايتها انا قلت لك انا اتعلمت في نادي الزمالك حاجات. امم اتعلمت ازاي ادير لعيبه، لان كان ورايا في نادي الزمالك كباتن كبيره، اسماعيل يوسف وهشام يكن لعيبه كبيره. طبعا. فتعلمت منهم ازاي اوجه لعيبتي، ازاي اتكلم مع لعيبتي، ازاي احمسهم، امم ازاي اخليهم يحطوا في دماغهم ان احنا فرقه كويسه، احنا فرقه لازم تاخد، مش هنفضل كومبارس. النادي بالظبط. المصري مش هيفضل كومبارس على طول. امم يوصل لكاس مصر، يوصل لنهائي، يوصل لرابطه، يوصل مش عارف ايه. بس دايما يا كابتن بصراحه النادي المصري كان يعني بيبقى فيه ظلم واقع عليه. يعني حتى كل اللعيبه القديمه اللي انا اتكلمت معاها قال لك يعني احنا بنوصل ساعات لنهائيات كاس مصر وبنبقى قريبين من الكاس. حتى يومها كان في مقوله شهيره للكابتن بوشكاش لما كانت الحاج سيد برضو قال لك المركز الثالث بالنسبه للكره المصريه بطوله من ايه، من اللي هو شايف الكواليس اللي الاهلي والزمالك دول اول وثاني. بس احنا اتفقنا ان احنا خلاص، احنا فرقه جامده، ولازم يحطوا في دماغهم. يعني اللعيبه اللي موجوده دلوقتي لعيبه قيمه، لعيبه كبيره. بالظبط. لازم تحط في دماغها ان انا فريق كبير، فريق كبير وورايا جمهور كبير. اخدت بالك؟ لازم اعمل له حاجه. الناس اللي رايحه دي، الناس اللي بتسافر كل ماتش دي عايزه تفرح. تمام. يعني يا كابتن يعني في البدايه طبعا انت خلاص مستر كامل ابو علي جه هو اللي عمل الفريق اللي هو تمام. اللي خد الكاس. بداتوا ازاي بقى مشوار كاس مصر والانطباع انتوا كلاعيبه كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ انطباعنا كلاعيبه ان احنا داخلين بطوله جديده. يعني الدوري شغال والكاس مصر شغال، بالظبط. انما احنا بعيد عن الدوري، بعيد. امم كروجر لما جه الراجل والكابتن جلال عيد اتكلموا معانا وكان اكتر من مره، انتوا معاكم جمهور يهد جبال. الراجل الالماني
يعني لما كان بيتفرج على الجمهور اللي بيحضر الماتشات اللي بيمشي ورانا بيستغرب. الناس كانت بتقعد في وسطهم والله يا كابتن. اتكلموا معانا وشجعونا وحمسونا واتدرجنا بقى من الدور اللي من 32 وصلنا نهائي. انا كنت فاكر ان انا كنت اتفرجت، كنت ساعتها في المدرج. خرجنا الاهلي والاسماعيلي هنا في بورسعيد، ووصلنا نقابل المقاولين العرب. اول ما نزلتوا الملعب بقى الجمهور ما شاء الله كان اكبر ترحال. انا كنت مسافر الماتش ده وجيه قبل الملعب، الملعب كواليس يعني احنا رحنا المعسكر، نزلنا القاهره رحنا المعسكر. تمام. الماتش 27/2/98 بالظبط. 27/2/98. طلعت منصور مواليد 26/2. عيد ميلاد طلعت منصور قبل الماتش بيوم واحنا في المعسكر. كابتن جلال عيد ومدحت مختار قالوا عيد ميلاد طلعت، نعمل له عيد ميلاد. قلت لهم عيد ميلاد يخليه بكره. ولادي اتصلوا بيا كل سنه طيب وبتاع. المدام بتعيط. ايه في ايه؟ خايفه. ايه خايفه من ايه؟ ما احنا كويسين. الجمهور ماشي. يعني خايفه لحسن ما ناخدش الكاس. وحته ان ما اخدش الكاس يعني انا خلاص، انا كان ببطل، خدت بالك، ببطل كوره يعني بعد الماتش ده. شكرا. نفسها ان اطلع وانا كابتن فريق، اطلع بحاجه. طيب طب ما ان شاء الله، ما اهدي بس، هدي نفسك وبتاع. نزلنا الماتش. تخيل يا كابتن بعد 30 سنه من كاس مصر وحضرتك بتعيط كده او الدموع في عينيك ويعني واحساس اللي انت كأن الماتش دلوقتي او كمان بكره. فما بالك ساعتها بقى كان احساسك ايه؟ يعني شوف والله يا جماعه ده يعني دول اللي هم الناس اللي بتحب النادي فعلا، اللي بتخاف. يعني شوف بعد كام سنه كابتن طلعت بيحكي لي موقف وهو الدموع في عينيه ويعني الراجل مش متمالك نفسه، وده حب للنادي المصري. فما بالك وقتها كان هو احساسه ايه وموصل للناس ايه؟ لا احنا حاولت ان انا ايه ابعد الضغط على الولاد، على اللعيبه. وانا كنت صاحب فكره ان احنا ننزل، لازم ننزل، لان برضه مريت بماتشات كبيره وانا في نادي الزمالك. كنا برضه بننزل قبل الماتش كده حتى لو بره ملعبنا، وبنلف الملعب وبنمتص حماس الجمهور وبنشوف الجمهور. احنا نزلنا الملعب لقينا بورسعيد، لقيت بورسعيد كلها موجوده في الله. طب وبعدين مين اللي في بورسعيد؟ مين اللي باقي في بورسعيد؟ ده ما كانش حد في بورسعيد حقيقي والله. انا كنت صغير فعلا يا كابتن، كنت مسافر يعني كنت بقول ايه ده، انا كنت صغير والله يا كابتن. المنظر كان يعني ده من الحاجات اللي حببتني ان انا لازم اشجع النادي المصري. انتوا بقى لما شفتوا المنظر يا كابتن واستاد القاهره مليان، كان حوالي اعتقد 65,000 متفرج في استاد القاهره كلهم بورسعيديه. لا حاجه يعني تقول لك ان ابناء بورسعيد وجمهور بورسعيد حاجه جميله. قلتوا ايه بقى يا كابتن بينكم وبين بعض كلاعيبه؟ او احنا في الملعب، واحنا اول ما نزلنا الملعب قلت لهم يا ولاد احنا هنرجع، احنا لا بنلاعب اهلي ولا بنلاعب زمالك، احنا بنلاعب مقاولين العرب، فرقه قويه وفرقه كويسه. بس الضغط اللي على في مباراه الاهلي والزمالك خف علينا شويه، واحنا نادي كبير ولينا جماهيرنا. بص المقاولين الجماهير اللي موجوده فين؟ الجماهير العمال الشركه. انما دول اخواتكم وحبايبكم واهاليكم هم بالظبط يا كابتن. فما نرجعش
حرام ان احنا الناس اللي موجوده دي ترجع زعلانه. ده يعني ما صدقوا ان احنا بنلعب مقاولين العرب، ما بنلعبش لا اهلي ولا زمالك. يعني لو في تحكيم ظالم ولا في اي حاجه هنقول في الماتشين دول، انما ماتش المقاولين ماتش مفتوح. التحكيم ساعتها يا كابتن كان تهيألي طاقم تحكيم سعودي. طقم سعودي. يعني ده كان مطمنكم شويه هو ولا ما كانتش فارقه معاكم طالما انتوا ما بتلعبوش اهلي وزمالك؟ هو بص، اي حاجه بعيد عن لعب الاهلي والزمالك في الفتره في الجيل ده، في السنه دي او في السنين دي، يبقى صعب على اي فرقه. انما انت بتلعب مقاولين العرب، انت بقى الملعب بس. بالظبط. الملعب قدام، نزلنا ولعبنا كابتن سيف حط جون في اول الماتش ده ريحكم شويه. دي اول كوره بعد السنتره اتضغطوا عليا، رحت بشيل. شلتها مره واحده راحت لسيف في اول الماتش. انت اللي عامل الاسيست يا كابتن. انا وسيف يعني لما بشوف سيف يقول لي ده انت عملت لي ثرو، اقول له يلا انا كنت بطفشها اصلا. الواد كان ضاغط عليا ورحت شايلها مره واحده. قال لي انا بقول ان انت عملتها. لا بس هي كانت راحه يا كابتن. راحت الحمد لله. انا كنت بقول لحضرتك انا في الملعب وشايف. انا كنت صغير بس فاهم كوره، يعني كنا فاهمين كوره. راحت وربنا كرم سيف وحطها. وبعدها حمد وحط كابتن سيف نصار نجم كبير برضو. ده الوحيد اللي بيتهيألي اللي كان الحاج عبد الوهاب قوطه اشتراه بعيد عن الجيل اللي مستر كامل اللي اشتراه. يعني الجيل بتاعكم اللي هو مستر كامل شاري الفريق كله باستثناء كان كابتن عفت نصار كان جاي من الزمالك، كان الحاج عبد الوهاب قوطه اللي شاري. بعد ما كامل مستر كامل مشي الحاج عبد الوهاب قوطه الله يرحمه هو ده اللاعب الوحيد اللي جابه يعني. وربك كريم، ربك يعني ان انا ابطل كوره. طب يا كابتن والنتيجه 4-3 وكان خلاص بقى ابدا اللي كنتوا حاسين اللي ممكن تتعادلوا، يعني المقاولين ممكن يعني ليه؟ لان المقاولين قرب خلاص 4-3 على جثتنا. قلت لهم ايه بقى يا كابتن في اللحظه دي؟ لان النتيجه قربت خلاص. احنا بص جوه الملعب بتلاقي تعنيف وتلاقي شده وتلاقي في لعيبه ممكن بتكون خايفه. اخدت بالك الجيم هيخلص ومش عارف ايه. لا احنا واقفين، وحسن نصر معانا كان حاجه جميله. حسن نصر طبعا يعني والله يرحمه الاكو برضه. والدنيا مشيت بعد ما خدته والحكم صفر بقى يا كابتن. الحكم صفر. احكي لنا بقى. انا كنت في انا يعني برضه انا عايز اسمع منك. يوم بجد. عارف ليلة هشام عباس طبعا دي الاغنيه المفضله بعد لغايه دلوقتي. ليلة ما حصلتش بصراحه. فرحه غير عاديه. خلاص خدنا بطوله، شلنا كاس مصر. كاس مصر يعني بقينا زي الاهلي والزمالك وهنلعب افريقيا والاسم بورسعيد هيتردد في الدول الافريقيه يعني فاهم. لعيبه كانت رجاله وقدرت ان هي تنفذ اللي قالوه المدير الفني قاله، وطموحات مجلس الاداره اللي كان موجود. وكان الله يرحمه كان معانا محافظ اللي هو مصطفى صادق، راجل كان موفر حاجات كتير. ورجعنا بورسعيد. ازاي ترجع بورسعيد بقى؟ طب انت راجعين ماشي يا الساعه طالعين من استاد القاهره الساعه 7. دخلنا لان بورسعيد كلها كانت في القاهره اصلا. دخلنا بورسعيد الساعه 5:30 الفجر. الساعه كام يا كابتن؟ من 7 المغرب. دخلنا بورسعيد 5:30 الفجر. انا بقول لك راجعين ماشي، حتى العربيات كانت ماشيه جنبنا. تلاقي ايه؟ يعني سيبك بقى انت في مثلا 50,000 متفرج جايين على الطريق، تمام؟ اللي مقابلينك من بورسعيد بقى طالعين لك يقابلوك. ماشي. وتيجي تدخل بورسعيد الباص بتاعنا يقف
على جوه الاستاد، تنزل تلاقي استاد مقفول، وتلاقي الفرق الزفه بتاعت بورسعيد كلها، كل فرقه قاعده في حته، دي هنا دي هنا دي هنا، وطبل وزمر احتفال كبير فعلا، بطولة. احتفال كبير. بطولة. بعد كده بقى يا كابتن، يعني طبعا خدتوا كاس مصر، يعني بعد كده كابتن طلعت كمل لبطولة افريقيا وبعدها اعتزلت ولا لا بعد كاس مصر قول لنا بس يا كابتن خلاص. عشان مش عايز ابعد عن الحته دي. لا كاس مصر انا خلصت. زوجة حضرتك اه بعد الماتش اكيد كلمتك بقى عشان تهنيك بعيد ميلادك وبالفوز، آه. اكيد يعني دي، لان مش عايز اعديها دي. انا زوجتي بنت الكابتن عوض الحارتي، طبعا المدرب الله يرحمه. كابتن. انا لقيتهم في حي مبارك عند بيتي واقفين، ومعاهم عمرو ابني وحدفوه لي من الشباك. عمرو طلعوا لي من الشباك والله. وقاعد مع الحاج عبد الوهاب شايله وقاعد بيه ولغايه ما رحنا الاستاد، وكان كابتن عوض كان ساعتها مدير مكافأة الفوز كانت ساعتها كام يا كابتن؟ مكافأة فوز كاس مصر بطولة. ما بلاش، لا عشان اللعيبه بتاعت اليومين دول يعرفوا يا لعيبه اليومين دول. لا مكافأة الماتش ما تجيش مكافأة البطولة حاليا ما تجيش مكافأة ماتش من ماتشات طبعا. كانت كام يا كابتن؟ اخدنا بسم الله ما شاء الله 15,000 جنيه كل لعيب، 15,000 جنيه بخلاف بقى ودي بطولة، بخلاف يعني رجال اعمال محترمين موجودين في اعضاء مجلس اداره برضو. الراجل اللي انا بحبه قوي ومش هنساه الحاج احمد منسي، راجل فوق الوصف في تقديره للناس وتقديره للعيبه في الوقت اللي هو موجود فيه. بالظبط. لعبت قد ايه بقى يا كابتن بعد كاس مصر؟ بعد كاس مصر خلصت الموسم الدوري بس واعتزلت. ما لعبتش افريقيا بقى يا كابتن؟ لا ما لعبتش افريقيا. انت اكتفيت بالبطوله؟ مش اكتفيت، لا هو كان ايه، في بعض الاراء كانت ان طلعت كبر وانا كنت ساعتها 31 سنه وكبر. مع ان المركز طلعت كبر. وفي واحد برضو قال احنا نجيب لعيبه تستحمل اللعب في افريقيا. راحوا جابوا انت اخذ 4 بطولات افريقيه مع الزمالك، جابوا 5 لعيبه من اسوان عشان يستحمل. ده مين اللي كان صاحب الفكره ده يا كابتن؟ بلاش بقى. انا على فكره الموسم ده كان مصر هينزل درجه تانية. الموسم اللي جبنا فيه 5 لعيبه من اسوان. ايوه وكان موسم مش حلو. انا ساعتها خلصت والحمد لله. يعني في احلى من كده ايه؟ انا طلعت منصور حياتك بالبطوله، اللاعب الوحيد اللي في بورسعيد اللي رفع بطوله. يعني مع احترامي لكل الرياضيين اللي موجودين، مع احترامي ليهم كلكم كباتن بتوعي وفوق راسي. التاريخ بيقول البطولة الوحيدة اللي دخلت بورسعيد اللي رفعها طلعت منصور. بالظبط يا كابتن. والجيل اللي كان مع حضرتك يعني كابتن مصري والكابتن سيف داوود طبعا، كابتن عمر الاك وكابتن حمد ابراهيم وكابتن موفق الباشا ابراهيم المصري، كان نجوم، وكابتن تامر النحاس. كل المجموعة اللي كانت موجودة نجوم. بالظبط نجوم. انا بتكلم مش عايز انسى حد يعني. انا بتكلم يعني احنا جيل عملنا حاجه. كان معاكم كابتن حسن محمد صح؟ الحسن محمد كان موجود معانا. عملنا حريف يا كابتن بيفكرني بمحمد بركات لا كان هو كابتن ابراهيم المصري مع بعض في نص الملعب، كانوا عاملين يعني نص الملعب المهاجم ده. ابراهيم المصري ده نجم كبير طبعا، من اساطير الكره المصريه والبورسعيديه زي حضرتك بالظبط يا كابتن. كلمني بقى يا كابتن عن بعد ما سبت الكوره واتجهت للتدريب، كابتن طلعت فين من النادي المصري؟
يعني حتى انا في موقف انا حضرته شخصيا، بس حابب حضرتك انت تتكلم فيه. كنت رحت اتدربت في الامارات، والناس في المجلس السابق، انت بقى تحكي الحكايه، لان انت الراجل كابتن طلعت يا جماعه قطع. طبعا كلنا عارفين فلوس الامارات عامله ازاي. قطع رحله التدريب بتاعته في الامارات اول ما مسؤولين النادي المصري كلموه ان هو يكون موجود. انت اللي تحكي لنا بقى الموضوع ده كده. لا، هو كان كابتن علي ماهر كان ماسك الفرقه، كان مدير فني. مدير فني. فانا بعد كل ماتش على حسابي على الفيسبوك مم. أو الانستجرام ببارك اعضاء مجلس معايا على الصفحه، وببارك لهم ومبروك. بعد كل ماتش بنبارك. مم. انت فين يا طلعت؟ انت انا في الامارات. ايه اخبارك؟ ايه مش ناوي ترجع؟ قلت لهم ارجع اعمل ايه طيب؟ مم. انت عارفين المعيشه والبتاع وشغلي وانتوا الجيل بتاع وانا كابتن ما مسكش كوره وانا بالفلوس بصراحه، شغلي ما وشغال مسكش فلوس من كويس الكوره ساعتها. وشغال. انا كنت شغال في نادي العين. مم. نادي العين الامارات اكبر نادي في الامارات. بالظبط. الاستاذ عدنان حلبيه مم. عدنان حلبيه اتصل بيا وقال لي طلعت تيجي تنزل تمسك مدير كوره. قلت له والله دي انا نفسي ان انا اكون في المنظومه يعني، فحته مدير كوره اقدر اشتغلها وانا اسمه كويس خلاص. قلت له، قال لي لو قلت له انا هلم حالي وهاجي. مم. قال لي اول ما تنزل. وسبت نادي العين يا كابتن؟ لا لما النادي المصري أنا طلبك؟ لا، سبت نادي العين وكنت عملت بيزنس لوحدي. مم. خدت بالك؟ زي اكاديميات والحاجات دي. اكاديميه مكبره يعني، كانت حاجه كويسه هناك في الامارات. ده فلوسها احسن كمان يا كابتن. فانزل على اساس ان انا هشتغل مدير كوره. مم. لقيت الكلام اتغير. فوجئت ان هم جايبين بعد ما نزلت مصر يا كابتن؟ معقول؟ نزلت مصر. قال لي اول ما تنزل كلمني. نزلت كلمته ما يردش. ايه يا جدعان؟ قال لك جايبين المدرب اللي هو اسمه ايه، كابتن معين شعباني. بعد علي ماهر كابتن معين شعباني ومعاه عبد الحليم علي مدير كوره. وانا وعاملين لهم حفله في النادي الاجتماعي قصاد بيتي. فنزلت ما هو عبد الحليم وباركت له وبتاع، وادور على حد منهم ابدا. يعني انت مش قد كلمتك بتتكلمها ليه؟ يعني مدير كوره وكابتن النادي ونسبت الدنيا في الامارات وجيت وسبت شغلي يعني حتى ما ردش عليك قال لك معلش ولا ابدا؟ ابدا لغايه النهارده ما لا، وانا لو شفته النهارده يعني كابتن، يعني كان احساسك ايه ساعتها؟ انت حاسس يا كابتن ان انت مظلوم من ناحيه النادي المصري؟ يعني بص، انا مظلوم مظلوم بس بعشق النادي المصري. ومع النادي المصري مع اي مجلس. بدليل كلامك كله كويس عن النادي المصري، عن مستر كامل لا، ما هو ليه يعني الواحد لازم البلدي كلها بورسعيد بتحب النادي ده. انا هبقى ضده ليه؟ انا ضد النادي. في ناس يا كابتن كده مثلا لما بيكون مالهمش دور في النادي، سواء بقى مدرب سواء لا ده ضعف، اي حاجه بتلاقي بقى يستنى اي اخفاق وطق هو بس هو في حاجات في حاجات يعني في حاجات بتتعمل ما يصحش انها تتعمل في نجوم كبيره او لعيبه سابقه. اخدت بالك؟ بس في الاول والاخر احنا مع النادي المصري حتى لو بره النادي. يعني انا حاليا يعني انا والكابتن ابراهيم المصري موجودين في منظومه. انا كنت اتمنى يعني انتوا والكابتن ابراهيم المصري بدل ما تكونوا متواجدين في نادي الجمارك بصراحه،
انتوا الاثنين رمزين كبار جدا. كابتن ابراهيم المصري برضو مهما بيحصل بيعشق حاجه اسمها النادي المصري وبيحب النادي المصري زي حضرتك بالظبط. ولكن انتوا ناقلين نادي الجمارك نقله تانية. انا كنت اتمنى كواحد بورسعيدي وبحب النادي المصري ان الكابتن طلعت يكون موجود، الكابتن ابراهيم المصري يكون موجود. فدي حاجه اضافه للنادي المصري. بص يا وجيه، احنا في انا وابراهيم مع كابتن احمد الراس عاملين طفره في بورسعيد بالنسبه لنادي الجمارك، ونفسنا ان احنا ننجح. احنا مع النجاح مش لنادي الجمارك، النجاح لبورسعيد ان يكون فيها لعيبه كويسه، لعيبه في نادي الجمارك ايا كان بقى، نادي الجمارك في المريخ في البورفؤاد في المصري في، بس احنا بنحاول ان احنا نعمل جيل كويس. عندنا فريق اول على مستوى عالي، عندنا راجل بيصرف على القطاعات ومروق على المدربين وعلى اللعيبه، حاجه جميله. احمد الراس انسان جميل، اخدت بالك؟ كابتن يعني برضه عايز اخدك لنقطه النادي المصري. ايه اللي يمنع ان الكابتن طلعت منصور وكابتن ابراهيم المصري والنجوم بتاعنا هو يكونوا هم متواجدين دلوقتي؟ انا والله مع احترامي لكل الناس اللي في قطاع الناشئين كلهم مدربين وكلام، وفعلا في ناس ما اعرفهاش. يعني انا يعني 90% من المدربين اللي موجودين حاليا في النادي المصري انا ما اعرفهمش والله. يا وجيه انت عايز ايه؟ ان العضويه بتاعه الكابتن طلعت منصور اول كابتن يشيل بطوله البورسعيد للنادي المصري، العضويه بتاعته مسحوبه. مين اللي سحبها بقى يا كابتن؟ حلبيه ومجلسه برضو؟ ايوه حلبيه ومجلسه. ليه بقى يا كابتن؟ انا مسافر بره، انا قاعد ممكن ابقى قاعد مثلا سنه وما انزلش، اخدت بالك؟ الرسوم الشهريه ديت ولا السنويه ما اتدفعتش. طب انا مسافر، ادفع يا عم، اي حد يدفعها ويحاسبني عليه ككابتن من كباتن النادي المصري ده المفروض ده اقل واجب. اقل واجب. يعني انت كابتن لغايه دلوقتي وعدوتك موقوفه؟ انا عدوتي موقوف. معقول؟ واتكلمت مع يعني الحب اللي احنا شايفينه. اتكلمت مع مستر كامل. اتكلمت معاه ووعدت له، قلت له العضويه بتاعتي والحسين الاستاذ حسين ابو قمر كلمته برضه، ووعدني ان العضويه هنناقشها في المجلس وبتاعه. لازم اجتماع مجلس اداره على ما اعتقد، ولكن لا لازم ده حقك يا كابتن. يعني هو حتى لو المجلس السابق مع احترامي لهم كلهم يعني فيهم ناس، يعني ناس انا بحبها واصحابي على المستوى الشخصي، ولكن انا طول عمري الحق حق ان يتبع. انا دايما يمكن كنت في خلافات معاهم كتير، كنت بتمنع من دخول النادي كتير قوي. يعني يمكن اي حد يكتب الصحفي احمد وجيه دلوقتي اول خبر يجي له على جوجل يقول لك منع الصحفي احمد وجيه من دخول النادي المصري، رغم ان كل او 99% من المجلس اللي فات اخواتي واصحابي. ولكن انا في الشغل او في شغلي ماشي كده. ولكن يا جماعه لازم الكابتن طلعت منصور، الناس النجوم بتوعنا والكوادر بتوع النادي المصري ما ينفعش الادويه بتاعته تبقى موقوفه، ده استحاله. المجلس اللي فات اللي عملها، ولكن نتمنى من مستر كامل ابو علي والمجلس الحالي ان هم يتداركوا الخطا اللي فات، او حاجه زي الكابتن طلعت منصور ما ينفعش يا جماعه العضويه تكون موقوفه يعني. فانا طبعا بناشد من خلال البرنامج، وان شاء الله مستر كامل يشوف الحلقه او المجلس كله، ويعني لازم كابتن طلعت منصور العضويه بتاعته تكون موجوده ومستمره يعني. وانا اعدهم ان انا مش هنزل انتخابات. ده يا كابتن والله الموضوع مش انتخابات، بس انا لازم يصوت. لا، ما هي اسمع، وقف العضويه بتاعتي بسبب ان انا قلت انا هاجي وهنزل انتخابات. المجلس اللي فات انا عايز انزل انتخابات ليه؟ او ليه رياضي او كابتن فرقه بيفكر ينزل؟ انا بفكر انزل لاني مفيش عين بتعرف تجيب لعيب. يعني طلعت منصور يجيب لعيب، يتعاقد مع لعيب يقول ده كان كويس ولا لا، ولا
حد تاني ما يكونش لاعب كوره. لا هو طبعا دايما اللي بيكون لاعب كوره ده كابتن بيكون عينه حلوه. ايوه يعني يمكن الكابتن ابراهيم المصري كان في اللجنه الفنيه اللي فاتت كان بصراحه كان بيجيب لعيبه جامده كمان جدا بصراحه. راجل لاعب كوره بصراحه وفاهم ايه كان معاه وفاهم كابتن ده طارق ايه وده الصاوي ايه. بصراحه كانوا ايوه شغالين ايوه واحنا يعني بص يا كابتن برضو انتوا ليكوا عين حتى لو مش في الفريق الاول. انتوا لو الناس ادت لكم بس الضوء الاخضر اللي انتوا تجيبوا لهم مواهب من قطاعات ناشئين من دوري محترفين هتليكوا عين وهتقولوا تعالى ولاعيبه ببلاش بدل ما بتروح تشتري لعيب ب 30 و40 مليون. لازم يعني زي ما احنا طبعا كان الدكتور ميمي رحمه الله عليه كان رئيس لجنه التخطيط. لازم نستفاد او نستفيد من النجوم بتوعنا زي الكابتن ابراهيم والكابتن طلعت منصور والكابتن حسام. انا مش عايز انسى حد ولكن الكابتن طلعت دلوقتي معايا. فده الناس دي يا جماعه الراجل بيتكلم لما بيجيب سيره النادي المصري بيعيط فيكفي الحب اللي في يعني في قلبه للنادي المصري. فطبعا يا كابتن ده حق ده حقك طبعا وانا متضامن معاك جدا في النقطه دي. ورغم كده يا جماعه الراجل قال يعني حتى في الكواليس قال انا مع النادي المصري قلبا وقالبا ونتمنى ان هو ياخد بطوله مع مستر كامل. اتفضل يا كابتن. والله يعني الواحد مش عايز اقول زهقت من حته السؤال على العضويه بتاعتي. انا بقول لمستر كامل يا مستر كامل انا طلعت منصور بعد اذنك العضويه بتاعتي انظر فيها. موقوفه من سنه كام يا كابتن؟ من لا 2000 ده كده دخلت 5 سنين كده. لا ان شاء الله بس دي بتبقى هتعمل لها بيبقى في محضر جلسه لمجلس اداره ويعني ممكن تتحل ان شاء الله. لا بص هي انا ما فيش حد يعني بيعترضني في اي حته الحمد لله. طبعا يا كابتن ده انا تاريخ. لعيب دولي من حقي ان بدخل اي نادي في مصر. مم. المفروض اللعيبه الدوليه مم. مسموح لها. لا اللي مثلت منتخب مصر. المفروض يعني مم. ده اللي انا اعرفه كان زمان. فانا الحمد لله لما بروح في اي نادي في اي حته في اي ملعب في اي استاد لا بقى حد يسالني على اي دي ولا يسالني على حاجه ولا يعني انا الكابتن طلعت اهلا لو عرفوني خلاص ما عرفونيش بكل ذوق انا فلان انا كابتن اتفضل مم. في اي حته ايا بالظبط كان. بالظبط. فاهم؟ يعني كابتن اخيرا يعني علشان طبعا نختم معاك. انت شايف شغلك في نادي الجمارك عاملين طفره كويسه طبعا والكابتن احمد الراس والكابتن ابراهيم المصري والكابتن محمد عاشور طبعا أيوة. وحضرتك يعني عاملين طفره كويسه وكلكم من ولاد النادي المصري. ليه ما نستفادش بيكم ككوادر ونجوم وكباتن النادي المصري في جوه النادي المصري؟ لاننا صرحة. مم. انا عن نفسي صريح. مم. ابراهيم نفس الشيء، كابتن عاشور نفس الشيء، ما عندكوش مجاملات يا احمد الراس ما بيجاملش على فكره. كان هيدخل عايز يمشي صح. كان هيدخل مستثمر وياخد قطاع الناشئين بس هو قلقان من بعض الحاجات كده ما بص ينفعش اقولها. احنا مش يعني مم. النادي المصري بنحبه وقادرين ان احنا نعمل فيه طفره في قطاعات الناشئين بس ليه في ناس موجوده نحترمها ونحترم نفسنا ونشتغل وان شاء الله ربنا هيكرم نادي الجمارك الموسم ده باذن الله انه يصعد للممتاز به. وان شاء الله هتبقى الناس فخوره ان في نادي جنب نادي المصري وجنب المريخ برضه بنشجعه وبنأزره وبرفؤاد برضه. انا عايز ايه المشكله لما يكون في نادي واثنين وثلاثه؟ انا لعبت موسم النادي المصري ومعانا برفؤاد في الممتاز والمريخ في الممتاز. يعني ناديين من البلد. بنقول المصري كبير العائله البورسعيديه ودول معاه. ولكن يا كابتن انا بقول برضو تاني يا جماعه الكابتن طلعت اتظلم كتير. يعني يكفي الموقف اللي هو بيحكيه اللي هو قطع رحلته في الامارات كمدرب وكبزنس وكل حاجه لما النادي المصري بس نده عليه. فالناس اللي زي دي والله يا جماعه هي اللي تستحق
تكون موجودة داخل جدران النادي المصري، فأي منصب الناس دي مش هتقول لك لأ، أي منصب الناس دي بتحب النادي، يكفي زي ما إحنا شُفنا الراجل والله العظيم بيتكلم يعني دموعه خلّتني أنا أدمّع أنا كمان، فده حُب من جوّاه للنادي المصري، اللي هو حاسس بإن هو النادي ده ليه فضل عليه، رغم إن هو لعب للزمالك وخد لأ بطولات طبعًا. وكلام لكن هو رجع وقعد هنا في بورسعيد وخلاص ولاده بورسعيدية زوجته طبعًا بنت الكابتن عوض الحارثي طبعًا من كوادر النادي المصري عبر التاريخ، راجل أقل يعني حاجة نقدر نقدّمها له إن هو يكون موجود داخل النادي المصري. حابب تقول إيه يا كابتن في النهاية؟ عايز أقول بالتوفيق للنادي المصري. طبعًا يا كابتن ده يعني حضرتك يعني قائد النادي المصري في فترة كبيرة من الزمن وعاصرت جيلين مختلفين كلّهم الحمد لله، الحمد نجوم لله أنا راضي عن مسيرتي، وأتمنى لكل الولاد الصغيّرين يبصوا إن هم يبدأوا من تحت، من تحت، إمم، ومش مهم يا ولاد إنك تروح نادي وتقعد فيه. يعني أنا وأنا صغير رفضت النادي الأهلي إن أنا أقعد سنة كاملة ما ألعبش، لأ، في فرصة إن أنت تلعب روح، حتى لو نادي صغير. طول ما رجلك في الملعب أحسن ما تقعد تكون في نادي كبير وتقعد على الخط. إمم، نادي صغير العب فيه واجتهد والناس هتشوفك، إنما تروح نادي كبير وتقعد ما تلعبش، ويا فرحتي أنا في الأهلي، أنا في الزمالك، أنا في المصري، أنا في مش عارف إيه كده، لأ، في أندية محترمة موجودة في بورسعيد وخارج بورسعيد تقدر تلعب فيها ورجليك لغاية ما ييجي لك النادي اللي أنت نِفْسك فيه ويقول لك يا ريت تيجي عندنا، تقدر تيجي عندنا. أخيرًا يا كابتن النادي المصري قادر إن هو يحقق بطولة، النادي المصري قادر إن هو يحقق بطولة؟ أتمنى، إمم، أتمنى، بس اللي أنا شايفه الولاد عندهم عزيمة وعندهم إصرار إن هم يعملوا حاجة، وفي ضهرهم مستر كامل مدعّمهم ماديًا ومش مخلّيهم عايزين حاجة، إمم، فده كُلّه لازم يُكلّل بنجاح، بالضبط. وأتمنى النجاح إن شاء الله. في النهاية طبعًا بنشكر طبعًا يعني أحد كباتن النادي المصري التاريخيين اللي أنا اتشرّفت إن كان معايا النهارده، يعني أنا كنت باجري ورا الفريق كده واقف بين الحديد وكنت عايز أسلِّم عليه، بس النهارده باعمل معاه لقاء وده حاجة طبعًا شرف كبير جدًا ليّا. كابتن طلعت منصور بنشكرك شكرًا حبيبي، حبيبي. جزيلًا وإن شاء الله نشوفك في بيتك قريب جدًا يا داخل النادي مسهّل، المصري. يا مسهّل. شكرًا يا كابتن طلعت، شكرًا يا وجيه، وأنا سعيد إن أنا كنت موجود معاكم، وفي أي وقت عايزينّي أنا تحت أمركم، ربنا يخليك يا وأنا كابتن. موجود في بورسعيد، أنت عارف هتجيبني منين، أنا آه ما طبعًا، فيش إلا نادي الجمارك دلوقتي آه. نادي الجمارك، إمم، النادي بتاعنا، إمم. وتنوّرنا وتشرّفنا ربنا يخليك يا كابتن. بنشكرك شكرًا جزيلًا يا كابتن، وكنت ضيف جميل وخفيف جدًا وشرف كبير ليّا حبيبي، في برنامج كلام في الكورة وبودكاست طبعًا. يعني أنا تشرفت جدًا يا كابتن حبيبي، وإن شاء الله حلقات جاية لازم تكون موجود معانا وكابتن إبراهيم المصري إن شاء يكون الله، موجود معانا ونتكلم بقى في حاجات أكتر وكواليس أكتر. إن شاء الله، شكرًا يا كابتن إن شاء طلعت، الله حبيبي، شكرًا يا حبيبي، كابتن. حبيبي أوي.